على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي على خير خلقه وسيد أنبيائه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الأخيار الأبرار. اللهم صل على محمد. قال العزيز في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله. فما هي أهم أسباب هذا الفرح في الحياة الأخروية والطمأنينة التي تملأ قلوبهم في الدنيا؟ واحد من أهم تلك الأسباب علاقاتهم، ومن أهم تلك العلاقات علاقتهم بالقرآن الكريم وحملته محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الصادق في هذا الشأن، يشير إلى منشأ استبشار هؤلاء في عالم الآخرة، وهو يتحدث وتتحدث الآية عن حركة مجتمعية. فحملة القرآن هم ليسوا أفراد، وإنما هم نسيج متكامل، نسيج مستمر. هذا النسيج بدأ من أول آية نزلت في القرآن الكريم، يعني بدأ من اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا يمثله فرد، وإنما تمثله مجموعة. هذه المجموعة تشير الآية القرآنية على أن الوشائج بينهم لا تنفصل ولا تنقطع، يعيشوها كمحافل قرآنية، يعيشوها في مراحل المدارسة، في مراحل التعلم، في مراحل القراءة، كما هذا الحفل الكريم. هذه العلاقة تبقى تمثل لهم بشرى، وتمثل لهم سرور، وتمثل لهم فرح. ما تنقطع العواطف ولا تنصرم العلاقة، تبقى مستمرة. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول: يستبشرون والله في الجنة. هم فرحين، لكن أيضا في نور ممتد، في صلة مستمرة. يعني شوف، حتى اللي يقرأ قرآن في الدنيا، حتى اللي يعيش العلاقة مع أهل البيت، يعيش الاتصال بالقرآن الكريم، هذول راحوا الجنة، لكن في خط نور، في فرحة، في انتظار، في استبشار بهؤلاء. يقول: يستبشرون والله في الجنة بمن لحق بهم، لا، بمن لم يلحق بهم من خلفهم من المؤمنين في الدنيا. يعني الآن أنت تقرأ قرآن وتحضر محفل وتدارس القرآن وتتعلم تجويد وتتعلم تلاوة، هذه اللي هي حركة مستمرة، حركة مجتمعية، مو حركة أفراد. في ناس راحوا وذهبوا ووصلوا ولا زال بينك وبينهم علاقة، ينتظروك ويستبشرون بك وينتظرون تلك اللحظة، لحظة العناق ولحظة اللقاء. تصور أنت كم واحد ينتظرك
من النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين، إلى الزهراء، إلى الحسن، إلى الحسين، صلوات الله وسلامه عليهم. فكما كانوا يفرحون بالنبوة والإمامة في الدنيا، ويعيشوا القرآن فرحة، ويعيشوا القرآن مؤانسة، ويعيشوا القرآن مجالسة، هذا يبقى له تأثير عاطفي مع مجاميع ضخمة. أنت تتصور اللي مروا على هذه البسيطة، كم من الذين قرأوا القرآن وكم اللي كتبوا. يعني هالأيام مثلا استذكار للأربعين وجابر بن عبد الله الأنصاري، تتصور علاقة جابر وعطية هي علاقة بس زيارة؟ لا، علاقة الزيارة هذه ما لها معنى لو لم يكن القرآن صميمها، ولو لم يكن علاقة جابر وعطية هي علاقة مدارسة وتلاوة. الرواية تقول بأن عطية قرأ على يدي جابر، عطية طبعا من التابعين وجابر من الصحابة، وهذه علاقة يعني خطوط الامتداد، علاقة أجيال التواصل، علاقة الأشخاص بالأجيال المتتابعة. يعني جابر ما اكتفى أنه يعرف القرآن وتلاوته رائعة للقرآن، عنده بعد ثاني غير التلاوة، عنده التدبر والتأمل في القرآن. اللطيف هاليومين موجود حتى في شبكة الفكر، يقدروا الأحبة يشوفوا نموذج لما كتبه عطية العوفي. عطية العوفي الآن منسوبة إليه وموجود في هذه الأيام. عطية هو نموذج للمجتمع المصغر اللي ممكن أنت تعيشه مع أولادك، ممكن تعيشه مع زميلك، شخص صديق تحبه ويحبك، فيكون القرآن هو القاسم المشترك فيما بينك وبينهم. هذا المعنى القرآن يعني ما نعيش الفرحة هاليومين بالمولد النبوي، ونعيش إلى هذه الفرحة المتصلة. يقول ورحمته هو خير مما يجمعون. طبعا سياق الآية تتكلم عن القرآن الكريم، فيجب أن يكون القرآن الكريم مو علاقة إملال وسأم، لا، علاقة حب وعشق واستئناس، وأن يكون كما يقول أمير المؤمنين فليكن القرآن الكريم فليكن هو أنيسك، فليكن هو سميرك. يعني ما تجبر نفسك عليه، تحبب نفسك إليه. تبقى هذه العواطف طبعا مستمرة، وهي جزء من نعيم الجنة. يعني الذين من يعيشوا هذه العلاقة العاطفية قابل الشيء الوحيد تنقضي كل الأعمال، بس ما هو. تدري ما هو هذا العمل؟ يقول اقرأ ورتل القرآن كنت ترتله في الدنيا. لطيف في رواية عجيبة يعني في هالعلاقة الجمعية مع القرآن الكريم، أن المؤمن حتى في البرزخ الآن الذي سيعلم كيف سيتعلم بين هذه الرواية. يقول الصادق ينبغي المؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون حال نصل ذكرت للأحبة بنص عجيب جدا، ولكن إنما فرصة أخرى من أوليائنا
القرآن، علاقة المراتب التي تصل إليها بالقرآن. فمن مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله فيها درجته، فإن درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى، كل ما قرأت ترتفع درجة. مكان تعلم أنت اليوم، إحنا وجوه، هذه الوجوه استمتعت بالقرآن، هذه الوجوه اطمأنت. لازم تعرف مكان الآيات، يعني المتقي والمتقين عن مجتمع القرآن، ما يحدث عن أفراد، لا، مجتمع، هذا كامل المجتمع يتماثل في الصفات، في الهموم. فكر هذه موضوع لا سهلا، هذا يعطيك نورانية هائلة وكبيرة، درجات عالية جدا. هذا المكان الآن تهبط فيه الملائكة، هذا المكان يباركه الله سبحانه وتعالى. فيحدثنا القرآن أغلب الآيات يحدثنا بلغة الجمع عن مجتمع القرآن، يتحدث عن تعلق الصفة بالمجموع، فيقول في الآية اللي قريناها فرحين، مو فرح، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهم يعيشون النتيجة المجتمع، بل تبقى صلتهم بالمجتمع القرآني مستمرة. احنا نبقى، لكن الذين ذهبوا يستبشرون، يعيشوا نوع من تبشير بعضهم البعض، فلان يقرأ إن شاء الله مرتبته في القرآن، هذه ترى مكان في الجنة، آتاهم الله من فضله مجتمع، بل تبقى صلتهم بالمجتمع من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هم يقولوا هذول ترى اللي بيجونا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله يقول هذول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يحزنون. هذه طبعا المقدمة القصيرة مكانة الإنسان المتعلق بالقرآن، مدارسة، كتفقه، كتلاوة. نعود إلى قصة جابر وعطية. عطية قرأ القرآن على يد جابر قراءة تلاوة يتجاوز 100، يعني تصور كم أخذوا من وقت هؤلاء الاثنين، كم كانوا يجتمعون في الليالي والأيام، كم كانوا يستغرقون مع القرآن الكريم. انت الشيء اللي يموت الوقت امامه شي تحبه، شي تعشقه. فتصور يعني جابر وعطية، الناس منشغلة بشيء وهم منشغلون بشيء آخر. انت اليوم مشتغل بالقرآن، في خضم حياة تضج بالسوشيال ميديا، تضج بوسائل التواصل الاجتماعي، بالقيل والقال، انت خليت القرآن هو فقط أنيسك، وهو فقط شعارك، هو فقط جليسك. فهذه كم من المراتب أنت تحظى بها. أول صفة، أول ميزة، أنك مو تكون فقط محبوب عند المقرئين، يعني هذول اللي احنا يتكرموا مو بس احنا نحبهم، لا، هؤلاء تقول عنهم الروايات أهل الله وخاصته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أهل القرآن أهل الله. طبعا استخدم الإمام الجملة الإسمية، استخدام الجملة الإسمية يدل على ثبات الصفة،
يدل على أن هذه القضية محسومة، قضية ثابتة، قضية ما فيها نقاش. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وإكرام هؤلاء وإكرام حملة القرآن العاملين به، وهؤلاء طبعا يجب علينا احنا كمجتمعات كفئات نهتم بهم، نقدرهم، نقدسهم، نجلهم، نحترمهم، نعتبر له مكانة عظيمة. مفروض في مجالسنا في أماكننا من نشوف واحد يقرأ قرآن، هذول أهل الله وخاصته. وكيف نتعامل مع أهل الله وخاصته، وبأي طريقة، بأي أسلوب. اثنين، هؤلاء اللي انت تشوفه يقرأ قرآن ويهتم بالقرآن ويرتل القرآن ويتدارس القرآن ويتدبر في القرآن، هذول أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذكره صلوا على محمد وآل محمد. قال الإمام علي، رواية لطيفة، لما سمع ضجة القرآن في مسجد النبي، يعني دخل فسمع ضجة التلاوة، وما أحلاها من إيقاعات، وما أجملها من نغمات، يعني هذه ترى من أجمل الأشياء. فتصور الإمام علي دخل فسمع ضجة، كما كانت خيمة الحسين ليلة العاشر تسمع لهم دوي كدوي النحل، ما بين قارئ للقرآن وما بين ذاكر لله سبحانه وتعالى. فالإمام علي شوف اندهاشه وانبهاره بهذا الموضوع. قال: لما سمع ضجة أصحابه في المسجد وهم يقرؤون القرآن: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس. أنتم أهل اللغة بعد، ولغتكم فصيحة، وأنتم أبناء اللغة العربية. ما قال يحبهم، قال هذول أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله: ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا سائقه إلى الجنة، أنا بنفسي آخذه وأدخل الجنة، ودليله إلى الجنة. اثنين، هذول ثلاثة عرفاء أهل الجنة. العرفاء هم يعني السادة. احنا مو لما نسمع الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذول ضمن هالسيادة، يعني هذول علاقتهم مباشرة بمن؟ بالإمام الحسين وبالإمام الحسن، هم نقباء أهل الجنة، هم أمراء أهل الجنة. هذا اللي تشوفه من شغل بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، هذا ترى أنت انظر، إذا تبغى تشوف واحد من عرفاء أهل الجنة. إحنا ما شفنا الحسين عليه السلام، بالقلب رأيناه، ولم نرى الحسن وبالقلب رأيناه، لكن لما تشوف مقرأ، لما تشوف موالي يتدارس القرآن، ترى أنت شفت واحد من عرفاء أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله، اللطيف ذي الرواية ترويها الزهرة بعد عليها السلام، يقول: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، والمجتهدون قواد أهل الجنة، والرسل سادة أهل الجنة. إحنا كيف نشكل علاقة ناضجة؟ بقرأ عناوين للأحبة وأختم كلمتي. أولا لازم تكون علاقة شخصية بينك وبين القرآن. يعني أنت الآن صديقك في يوم تقدر ما تشوفه، تكون عندك علاقة شخصية بالقرآن الكريم، يكون هو مصدر أنسك، مصدر فرحك، مصدر اطمئنانك، هو العادة اليومية اللي تعيشها. اثنين، تعيش حالة من الأنس بالقرآن. ثلاثة، تكون عندك علاقة شاملة بالقرآن، يعني مو بس تلاوة، لا، تستهين بها. ترى الترتيل والقراءة الجيدة المجودة المحكمة هذه أول، يعني قدام مشوار طويل، وهذه ما نستهين بها. البعض يقول يعني شنو مجود؟
يستهين بها. لا تستهين بهذا المعنى. كان الأئمة من أعظم الأشياء اللي يتقنوها ويجذبون حسن تلاوتهم وحسن قراءتهم. كان الإمام زين العابدين من يمر على داره وهو يتسمر في مكانه ما يتحرك. فإذا القراءة الشاملة، ما نقرأ القرآن خصوصا في مجتمعات القرآن. احنا هذا مجتمع قرآني، المفروض كل قارئ مرتل هو مشروع دارس للقرآن الكريم، يعني يبدأ يدخل في الآفاق الأخرى في التدبر والتأمل والتفسير وفهم معاني القرآن ودراسة القرآن الدراسة الشاملة. ولا نستصغر أنفسنا. البعض يقول دي خاصة بالعالم أو خاصة بالمثلا المختص. لا، القرآن بحر واسع، كل واحد يغرف منه بحسب قدرته وبحسب إمكانه. فإذا علاقة شاملة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم. كل واحد بحسب قدرته بحسب سعة إنائه، لكن ما لازم أقلل من قدرتي. ما أقول لا هذا اللي يتأمل أو يتدبر. أنا أذكر بعض المجالس لما يصير طرح مثلا أسئلة تدبر يستصغروا أنفسهم، يشوف نفسه مو أهل لذلك. لا، أنت أهل لذلك. لو أنت مو أهل لذلك ما قال لك القرآن أفلا يتدبرون القرآن. هو يقول لك أنت تدبر يعني وتأمل وتفكر في القرآن. يقول أمير المؤمنين: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث. بعد شوف هذه: وتفقهوا فيه. تفقه يعني الفقه إذن خاص بالمرجع أو بالعالم؟ لا، التفقه في القرآن. نبدأ نفتح صفحة ثانية بعد التلاوة وبعد التجويد، فيكون كل محفل قرآني مفروض، كل مجتمع قرآني فيه تفقه في القرآن. فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسن. شوف انتبه، من شوي قلنا ما نستهين بحسن التلاوة. وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص. يعني التلاوة الحسنة هي اللي توقفك على المعاني القصصية، هي اللي تخليك تتذوق قصة يوسف، وهي اللي تخليك ترحل وتسافر مع هدهد سليمان. هي اللي تخليك أنت لما واحد يتلو بشكل جيد هو اللي يفتح لك آفاق التفقه في القرآن الكريم. القراءة القرآن الكريم والأسرة. ابدأ من بيتك، لا تنتظر يكون عندك مدرسة. ابدأ من بيتك، علم ابنك، علم زوجتك، يكون محفل. الاستغناء بالقرآن. يعني في عندنا روايات تنهى أنك تبدأ علم قبل القرآن. عندنا روايات عن أهل البيت تنهى أن تبدأ علما قبل القرآن. يعني أنا مثلا افترض لو بفتح مجال أروح أدرس مثلا افترض علوم عقلية، لا، أول أبدأ أتعلم قرآن. في روايات تعتبر هذا نهي عنه. يعني انتبه توقع في هذا المطب. ابدأ بالتعلم بالقرآن الكريم. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: ليس لأحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن غنى. علاقة الاستشفاء. أنا أقرأ قرآن بغرض أستفتح بالقرآن لأصل إلى باطن النفس، إلى ألوان النفس، إلى عالم، يعني أعلم نفسي من خلال القرآن الكريم. العلاقة مع الثوابت والأحكام القطعية. هذا من المجالات المهمة، أن نقرأ القرآن ونبحث عن ثوابته، نبحث عن الآيات المحكمة. في روايات عن أهل البيت يقول: اعمل بمحكماته، بمحكمات القرآن، بالعزائم من القرآن. العزائم يعني القضايا القطعية الثابتة في القرآن. منها أن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمرنا بأن نؤدي الأمانات. يقول الإمام الصادق: اختبروا شيعتنا، شوفوا أمانته. فهذه من الثوابت القطعيات. العمل بالمحكمات وبالعزائم القرآنية. العلاقة إذن أيضا مع
هذه نقطة أخيرة أكتفي بها، أسلوب المثال والنظائر، وهذه من الفتوح اللي طرحها الإمام علي، استخراج النماذج من القرآن الكريم. يعني الآن أمامك أنت نموذج النبي يوسف وقضية حفظ المال واستثمار ومعالجة الأزمات الاقتصادية، هذا نموذج. الإمام علي يأمر بأن تعمم النماذج. اسمع هذه الرواية، يقول: إذا دعاك القرآن إلى خلة جميلة فخذ نفسك بأمثالها، يعني حولها لنموذج، تطبقها في الاقتصاد العائلي الأسري، تطبقها في الاقتصاد المجتمعي، تطبقها في مجال المال والعمل. إذن دائما البحث عن النماذج القرآنية، مثلا يوسف وإدارة المال وحفظه، سليمان والقيادة العالمية مثلا، شعيب والإصلاح الاجتماعي، لقمان والتربية، سليمان الإنسان الحساس اللي حتى نملة يسمعها. هذه المعاني يقول الإمام علي، يقول حول هذه الأشياء إلى نماذج في حياتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء حقوق حملة القرآن. وأنا سعيد هذه الليلة بهذا المشهد الكريم وبهذا المجتمع الطيب وبهذه الأمسية الجميلة بمحضر يعني قامات كبيرة. أنا قليل التقي بالأخوان بس أتابعهم وأعرفهم شخصيا، يعني أتشرف كثيرا، تشرفت كثيرا وسعيد كثيرا بأن نلتقي في هذه الليلة بهذه القامات الكبيرة وبهؤلاء الذين هم أولياء الله وخاصته، عرفاء أهل الجنة، وجوه كريمة وطيبة. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا من الذين يشتاق لهم حملة القرآن الذين وصلوا إلى مقامات عظيمة بمجاورة النبي الكريم وآله الطاهرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا. اللهم فقهنا آيات القرآن، اجعلنا من المتدبرين في آياته ومن العاملين به، انفعنا به في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه الأمسية سبب لقضاء حوائجنا واستجابة دعواتنا وبلوغ الأمنيات. اجعل هذا الاجتماع سبب للمنازل الرفيعة ورضا رسول الله، ويكون القرآن دائما رفيقنا في كل المواقف والمفاصل الصعبة، إنه على كل شيء قدير، وأن يكون شفيعنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تحية مباركة وطيبة ومن القلب، ونلقاكم إن شاء الله كثيرة تملؤون بها هذه البلاد بركة وخيرا ونماء. أسأل الله لكم استجابة الدعاء وقضاء الحوائج بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد